في بنت عماله تبص لي. انا كنت خلاص بقى خلصت الرجل الاخر والنجاح والحاجات وبتاع، وادخل الكاميرات والحاجات بقى وانا احس ان انا ايه هلا انا الحلو. فالمهم ايه، بنت عماله تبص، انا اروح يمين تبص لي، اروح شمال تبص لي. بعدين في الاخر راحت شاده مامتها علشان تيجي تسلم، فمامتها جت سلمت عليا، عرفت بنفسها انا فلانه الفلانيه مديره التوزيع والمش عارف ايه والحاجات ودي بنتي، اهلا وسهلا اهلا وسهلا وايه وبس. اخدت نمرتها، خدنا نمر بعض انا والام على اساس نبقى نتكلم، اي عروض خاصه جايه بتاع مش عارف ايه الجو ده. وبعدين صاحبتي دي قعدت تقول لي على فكره البنت دي عماله تبص لك كتير. فقلت لها عادي يعني، ما هو انا ممثل يعني. لا ممثل يعني، فاكيد ممكن تكون بتبص لي عشان انا بطلع في التلفزيون يعني، عادي يعني. فقالت لي لا 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 البنت دي معجبه بيك، معلش هنتخانق بقى ومش عارف ايه وبتاع. المهم اتطورت العلاقه ان انا بقيت بكلم مدام منى حماتي طول الوقت بنتكلم، وكلم هدى نتكلم عادي عادي بقينا اصدقاء. دماغك الكلمتين دول فضلوا يرنوا في دماغي. اوكي. وانا صاحبتي دي كنت بحبها جدا. اوكي. ولما سيبنا بعض كنت بقطع شراييني ومش عارف ايه وبتاع. وكل شويه اكلمها احكي لها شفتي عملت معايا ايه، وانا بقيت صاحبتي بقى خلاص برتاح وانا بتكلم معاها. انت فاهم؟ فكل شويه اقول لها شفتي عملت معايا في ايه وعملت كذا وانا قلت لها كذا، وهي يعني بتموت، هي بتحبني اصلا وانت مش فاهم، وانا حمار وانت عمال تحكي لها على الثانيه. فضلت كده لغايه لما كلمتها في التليفون قلت لها انا سبت فلان. ايوه. لغايه لما في مره كنت انا بعمل حفله لعيد ميلادي وعايز اعزم بقى زملائي الفنانين واساتذتنا وكده. فكانت هي بتساعدني في الاسماء وفي مش عارف ايه وحاجات زي كده. فانا فاكر كويس قوي كان عند الاستاذ ابراهيم يسري الله يرحمه. الله يرحمه. فقلت لها مليني النمره، طلبنا مش عارف ايه. فايوه يا استاذ ابراهيم ازيك يا حبيبي عامل ايه اخبارك ايه، بقول لك ايه ما انا عيد ميلادي هيبقى بعد يومين، في تتجوزيني اصلا. فهي راحت عملت كده، رحت راجع ايوه حبيب قلبي العنوان هبعته اكتب عندك كذا 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 كذا، وقفلت وكملت وكأنه مفيش اي حاجه، ولا كأنك قلت الجمله دي. ايه القسوه دي، ايه القاسي ده، في ايه القاسي ده، ما تسهلها عشان تمشي. وبعدين ايه بالليل مع انك رومانسي يوم تاني جدا، انا حساس ومشاعر وحاجات. انا عايز اقول لها ان انا افشك ان انت بتحبيني، انت فاهم، انا افشك وانا خلاص وصلت ان انا تمام جدا، انا تمام جدا، انا تمام جدا، انا شايفك بنت ناس متربيه بنت اصول، حاسس ان انت دي اللي هتحافظ عليا وعلى بيتي. اوكي. وده بيبقى رزق على فكره، خلي بالك طبعًا. ده رزق اكتر من الفلوس والشهره وكل الحاجات دي، ان انت تلاقي شريك حياه يحافظ عليك ويهتم بيك ويحافظ على بيتك وعلى اولادك، صح. ويوصلهم لاعلى المراتب لا ده مش سهل، صح. ومش عادي انك انت تلاقيه. انت فاهم انا قصدي ايه؟ خلصت ده وبعدين جيت في مره يوم بالليل، فرحت قايل لها بقول لك ايه، انا كنت حمار وانا كنت ايه اللي قدامي اللي المفروض اتجوزها كانت قدامي طول الوقت، وانا ما كنتش شايف وانا اتعميت وانا مش عارف ايه، وروحت نمت. فصحيت تاني يوم قلت لها معلش انا امبارح كنت انا مش عارف انا قلت ايه، لغايه لما رحت كلمت مامتها وقلت لها بصي انا كذا 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 كذا، انا ما معيش فلوس، مش متوقع ان انا يجي لي اي مساعده من اهلي على الاطلاق، لان انا عارف ظروفهم، انا كذا 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 كذا، بس انا بحب بنتك وهشيلها فوق دماغي. فالست يعني طبعا ده كلام يطفش طبعا. اصلا يعني معيش حاجه اطلع بره، مش عارف ايه، اطلع بره يعني. فقالت لي بص انا مع شراك بقالي فتره، انا شايفه ان انت راجل وراجل عندك مسؤوليه، حتى لو ما كانش ربنا رزقك بفلوس كتير، بس انت راجل هتعرف تحافظ على بنتي، بس انا مش هجوزها لك غير لما تيجي تقول لي انا بحبها. انت شايفها مختارها بعقلك وشويه قلبك، بس مش كل قلب.